الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب أبادي المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي قام بسرقة قلم ذهبي فاخر تبلغ قيمته أكثر من 14,000 دولار أمريكي. كان موضوعاً على طاولة المفاوضات التي استضافتها وزارة الخارجية العمانية، والخارجية الإيرانية تعتذر عن الحادثة اليوم. يعني ديروا بالكم، الدنيا ما عاد فيها أمان. يرعاك الله عزيزي المشاهد. الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب أبادي المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي قام بسرقة قلم ذهبي فاخر تبلغ قيمته أكثر من 14,000 دولار أمريكي. كان موضوعاً على طاولة المفاوضات التي استضافتها وزارة الخارجية العمانية، والخارجية الإيرانية تعتذر عن الحادثة اليوم. يعني ديروا بالكم، الدنيا ما عاد فيها أمان. يرعاك الله عزيزي المشاهد. الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب أبادي المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي قام بسرقة قلم ذهبي فاخر تبلغ قيمته أكثر من 14,000 دولار أمريكي. كان موضوعاً على طاولة المفاوضات التي استضافتها وزارة الخارجية العمانية، والخارجية الإيرانية تعتذر عن الحادثة اليوم. يعني ديروا بالكم، الدنيا ما عاد فيها أمان. يرعاك الله عزيزي المشاهد.